الناس دايما بتفكر إن لو حصل موقف مرعب مع حيوان مفترس تقدر تنقذ نفسها بشوية نصايح على السوشيال ميديا. اضربه في مناخيره، اعمل نفسك ميت، صرخ بصوت عالي. بس السؤال، الحاجات دي فعلا بتنفع ولا ممكن توصلك على أقرب مقبرة؟ أهلا بيكم في 5 جنان. لو تفتكروا معانا الحوادث اللي حصلت في مصر مؤخرا من هجوم أسماك القرش على الناس، ساعتها انفجرت ماسورة من النصايح على السوشيال ميديا ازاي تنجو من هجمات القروش وازاي تتعامل مع سمك القرش. وأشهر النصايح ساعتها كانت اضربه في وشه، اضربه في خياشيمه أو في أعلى عينيه، وحاجات غريبة جدا. والأغرب من كل ده إن النصايح دي فعلا ليها مصادر على الإنترنت، ومش بس عن مواجهة القروش لكن عن مواجهة مخاطر كتير من الحيوانات البرية. فلو نبدأ بسمك القرش، من أشهر النصايح المكتوبة إنك تضربه في عينه أو في خياشيمه. وبالرغم من إن الأجزاء دي هي فعلا أكتر أجزاء حساسة عند القروش، إلا إن السؤال البديهي، الضربة دي ممكن تأثر قد إيه؟ يعني جرب كده تملى بانيو وتنزل فيه وتحاول تحرك إيدك تحت المية وكأنك بتدي حد بالبنية، هتحس إن إيدك ماشية بالتصوير البطيء. ده غير إن مين أصلا هيجيله قلب يقف في مكانه لحد ما القرش يوصله. والحل، على الرغم من إن الجري من أغلب الحيوانات المفترسة حل غلط، لأنك ببساطة بتشجعهم إنهم يهجموا عليك، إلا إن الحقيقة الحل الوحيد في المواقف دي هي الهروب، وإنت وحظك بقى. وفي مشاهد كتير موثقة لناس خبرة وهي بتحاول تهرب من القرش، إما بينجوا يا إما بيتصابوا إصابات بالغة. فأغلب أنواع القروش مش بيهاجموا البشر أساسا، لكن زيهم زي أي حيوان مفترس ما نقدرش نتوقع تصرفاتهم ولا ردود أفعالهم. ده غير إن في بعض الأنواع فضولية بطبعها، وعلى رأسهم قرش النمر اللي هجم على السائح الروسي في الغردقة. فالنوعية دي من القروش فضولية بشكل غير طبيعي، ممكن تلاقيهم بياكلوا أي حاجة غريبة قدامهم، اللي هو عايزين نعرف ده إيه طعمه بالظبط. إما بقى فقرة اعمل نفسك ميت، فهي واحدة من أشهر النصائح للتعامل مع الدببة. والحقيقة النصيحة دي ممكن تكون السبب في نجاتك أو السبب في موتك حسب نوع الدب. وواحدة من أشهر العبارات في عالم الدببة هي إن لو الدب بني فأنت تنام على الأرض، ولو الدب أسود فأنت لازم تدافع عن نفسك. إما بقى لو الدب أبيض فكل سنة وأنت طيب. فالنصيحة دي ما بتنفعش غير مع الدب البني وبس، إما غير كده فأنت حرفيا بتقوله كلني وأنا صاحي. إما لو الدب أسود من المنتشرين في ولاية كولورادو الأمريكية، ففكرة إنك حتى تحاول تهرب منه فهي فكرة جنونية جدا، لأنه يعتبر سريع جدا. ولكم أن تتخيلوا إن السلطات في ولاية كولورادو بتنصح الناس اللي بتروح تعمل هايكنج في الغابات إنهم ياخدوا معاهم علب الرش بتاعة الإسبراي الفلفل، والخبراء بيقولوا إنها بتجيب نتيجة كبيرة جدا مع الدب الأسود. إما بقى التعابين، فأكتر نصيحة منتشرة للأسف هي عن طريق شاشات السينما والتلفزيون، واللي هي من أخطر النصايح في نفس الوقت. فدايما في أي فيلم لما أي حد بيعضه تعبان بتلاقي البطل جري عليه ومسك المكان اللي فيه العضة وفضل يمص الدم ببقه، وبعد كده بيقعد يتفه، والمصاب بيقوم وبيبقى زي الفل بعد كده. ولكن في الحقيقة الموضوع ده للأسف هيحولك للمصاب رقم 2، وتستنوا بقى لما حد تالت يجي ينقذكوا، لأن أغلب لدغات التعابين السامة السم بيدخل في ثواني لمجرى الدم، والحركة دي سهل جدا إنها تنقل السم من المصاب للشخص السليم. ده غير كمان إن الحركة دي ممكن تزود بكتيريا لمكان الإصابة اللي عند الشخص الأولاني وحالته تتدهور أكتر. والحل بيبقى مبدئيا إن إحنا نحاول نبعد المصاب عن التعبان، ولازم المصاب ما يفتحش مكان الجرح أو يفكر يخرج السم والكلام ده، وما يستخدمش شريط ضاغط وما يحطش تلج. ومهما كان الألم شديد يحاول يستحمل لحد ما يروح أقرب مستشفى. وأهم نصيحة ممكن تتقال لأي حد تعرض للدغة التعبان إنه لو عرف يصور التعبان يبقى خير وبركة، لأنه بكده هيساعد الفريق المعالج جدا إنه يحدد نوع المصل. إما بقى لما بتطلع مصيف مع صحابك وتبلبط في المية وفجأة تحس بلسعة شديدة في رجليك، وأول ما تطلع تبص تلاقي رجلك شكلها مرعب، وفي وسط ما الناس خايفة وقلقانة عليك من لسعة القنديل يجي صاحبك المثقف ويقولك إحنا نعمل بيبي على اللسعة علشان نقلل الوجع ونعالج الجرح بسرعة. واللي يقول أنا شفت ده في فيلم، واللي يقول أنا شفت ده على النت. ومع شدة الألم وخوفك على نفسك من إن الموضوع يتطور بتضطر توافق في الآخر. بس للأسف الحركة دي بقى بتخلي الخلايا اللي مسكت في مكان اللسعة تضخ سموم أكتر وأكتر، وساعتها الألم اللي انت كنت حاسس بيه هيبقى نعمة جنب اللي هتحس بيه بعدها. وللأسف الفكرة اللي خلت
إن النصيحة المقرفة دي تنتشر بين الناس، إن بعضهم فاكر إن الأمونيا اللي موجودة في البول هتقدر إنها توقف سم القنديل أو تخفف من ألم اللسعة بتاعته. بس الموضوع عكس الكلام ده تماما، لأن القنديل بيعيش حياته الطبيعية في المياه المالحة، وأي تغيير في مستويات الملوحة بيخلي الخلايا دي تشتغل أكتر كمان. وطبعا البول ما فيهوش نفس المركبات اللي في المياه المالحة، وساعتها الحل الوحيد هو إنك تنظف مكان اللسعة كويس وتشيل أي بقايا من مجسات القنديل. تاني حاجة، ما تفكرش تغسل مكان الجرح بمية عذبة، تغسلها بمية مالحة من بتاعة البحر، وبعدها تتوجه فورا على أقرب مستشفى علشان يتعاملوا مع الحالة. في النهاية، مواجهة حيوان مفترس مش فيلم أكشن، دي لحظة فيها ثانية ممكن تفرق بين الحياة والموت. ودايما خد بالك إن الطبيعة ما بتهزرش. ولو عجبتك الحلقة، دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان تشوف حلقات أكتر من 5 جنان.